تعالي اقولك ازاي ممكن تعملي احلى صينية كيكة من دورة الفشار اللي قدامك ديت. كيكة ودورة فشار؟ طب ازاي؟ هقولك، بس قبل ما نبدأ انا معاكم من مطبخ عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو لو عجبكم. صلوا بينا على النبي بقى واتفرجوا على جمال صينية الكيك الاول عشان تتحمسوا كده وتشوفوا الفيديو للاخر. هما 4 دقايق بالظبط، مش هطول عليكم. اول حاجة هبدأ احط كوباية ونص من السكر، وفي الحقيقة انا بحبها مسكرة شويتين فبحط كوبايتين الا ربع، لكن ده معيار زايد شوية، فانت ممكن تحطي كوباية وربع بس من السكر. ومعايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يبقوش موجودين في التلاجة وطلعهم اعمل بيهم على طول. وحطيت حوالي معلقتين كبار من الخل، ومعايا كوباية الا ربع من الزيت. خلاص كده. طيب معايا بقى كوباية ونص من اللبن، ولا يكون دافي ولا يكون ساقع ولا الكلام ده كله، غليتيه وسبتيه يبرد وبقى بدرجة حرارة المطبخ زي ما قلنا. حطيت بقى عليهم كيسين من الفانيليا، حابة تحطي 4، يعني لكل بيضة كيس فانيليا يبقى تمام جدا. طيب لغاية كده انت ما قلتلناش هنعمل ايه بدورة الفشار، ولا هو اي كلام؟ لا مش اي كلام. دورة الفشار هنجيبها مطحنة الخلاط، حطي فيها دورة الفشار بتاعتك وسيبيها تطحن. وريتها لكم وهي بتطحن بس عشان المصداقية للناس اللي بتشكك وتقولك مش عارف ايه. اهو. طبعا احنا كده عملنا دقيق ذرة للناس اللي بتحب تعمل كيكة الذرة او البسيسة ومش بتلاقي دقيق الذرة، فانت تقدري تشتري من العطار ذرة الفشار عادي خالص وتطحنيها في المطحنة. وطبعا اي مصفى سلك ضيقة عندك هتبدأي تعملي زي ما انا بعمل كده عشان لو في اي حاجة خشنة فيها تتشال. هيبقى معانا دقيق الذرة ناعم جدا كده زي ما انت شايفة. وعلى فكرة الحاجات الخشنة اللي احنا طلعناها دي مش هنرميها، وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله اقولك ممكن تستفيدي بيها في ايه. خلاص، فانا عندي بقى هنا السوائل. هبدأ احط كوباية ونص من دقيق الذرة اللي احنا حطيناه ده. طبعا انت تقدري تحطي 3 كوبايات من دقيق الذرة، ولكن انا بحب احط كوباية ونص من دقيق الذرة وكوباية ونص من الدقيق الابيض العادي، علشان لو حطيتيه كله دقيق ذرة هتبقى بتفرول كده وبتشرق في الزور شوية، ففي ناس بتتضايق من الحوار ده. حطينا بقى كيس من الكيك شيف، لو ما عندكيش حطي كيس من البيكنج باودر. وللأمانة ولازم تقلبوا البيكنج باودر مع الدقيق بره قبل ما تحطوه مع السوائل، ولكن انا استسهلت شوية. خلاص، بدأنا بقى حطينا طبعا ذرة ملح، وهنبدأ نقلب في اتجاه واحد، ونحاول ان احنا ما نبقاش بنقلب بسرعة كده. يفضل بعد ما نحط الدقيق مع السوائل ان احنا نقلب بالراحة، ما نستخدمش مضرب كهربائي ولا نستخدم الخلاط. ولكن في الخطوة اللي احنا حاطين فيها السوائل مع السكر مع اللبن كل الكلام ده ممكن تضربيه في الخلاط لغاية ما السكر يدوب عادي خالص. لكن اول ما تحطي الدقيق ما ينفعش تقلبي بسرعة وما تقلبيش كتير علشان ما تطلعش معجنة معاكي. هتدهني اي صينية بزيت، وملحوظة هنا بقى مهمة ان انت ما تحطيش زيت كتير في الصينية، لان لو حطيتي زيت كتير بيخلي جوانب الكيك بتاعك ناشف كده ومقرمش عن باقي الصينية. طيب مقدار الكيكة بقى لو انا عايزة ارتفاعها يبقى مظبوط تبقى معدية نص الصينية. خلاص كده. طيب اهم حاجة بقى هي التسوية. التسوية عندك الفرن طبعا لازم يكون درجة حرارته عالية، تكوني مسخناه من قبل ما تحطي الصينية في الفرن اصلا. هبدأ احطها 5 دقايق على درجة حرارة 200 او 180، 5 دقايق بالظبط، وابدأ اوطي عليها حوالي 150 160 اقل حاجة. وطي عليها لمدة نص ساعة، هي بتاخد حوالي ساعة الا ربع او 40 دقيقة كلها، وتطلع معاكي زي الفل. وملحوظة تاني برضو ما بنفتحش عليها الشواية ابدا، اوعي تفتحي عليها الشواية، هي هتاخد لون مظبوط طالما المقادير مظبوطة وطريقة التسوية. ما تنسونيش بقى بلايك وشير الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.